وبركاته. اهلا بيكم يا شباب، ما زلنا مكملين معاكم في الفيديو التاني من مراجعة الجرامير. احنا الفيديو اللي عملناه من شوية كان 100 جملة. هنبدأ دلوقتي من 101. ton anniversaire c'est. طبعا هنا عيد ميلاد يا شباب، فعيد ميلاد يعني موعد. اقول لك عيد ميلادك يكون ايه ولا متى؟ طبعا هتقول لي متى، كون. ton anniversaire c'est كون، متى. الحاجات اللي لها موعد، يعني الماتش امتى، مثلا عيد ميلادك امتى، الحصة امتى. الحاجات اللي لها موعد، ما ينفعش اقول لك الحصة ماذا ولا عيد ميلادك ماذا، لان اللي في النص دي معناها ماذا. فانا هستخدم ton anniversaire c'est quand. الحاجات اللي لها موعد دي اجيب لها quand. je suis né. هنا خلي بالك ده تعبير على بعضه. موا دي مذكرة فبتاخد او قبلها وتاخد بعدها دو. انما لو انا ما عنديش الكلمة دي اصلا موا دو، كان هيجي لي مثلا بعد النقط اسم الشهر على طول، هقول جو سوي ني جوان. فكلمة جوان هي اللي جات لي بعد النقط. اسماء الشهور لو جات لك على طول بعد النقط بتاخد او، لان الشهور بتاخد او. انما لو قلت لك جو سوي ني او موا دو، فتاخد. بقولكش اتولدت في يونيو، انا بقولك اتولدت في شهر يونيو. فهو ده تعبير على بعضه. احفظ بقى كلمة موا دو بتاخد قبلها او لانها مذكرة، وبعد جيم لو فوندغدي. قلنا الايام كلها بتاعت الاسبوع والالوان والارقام بتاخد لو. سون دي كوبين دو كلوب. طبعا انا عندي جمع مذكر كوبان. كوبان جمع مذكر، فبالتالي الاولى مش هتنفع، هاخد سو الاخيره. ونو دي عايزه صم، اللي هي تصريف فيرب اتر معاها، اللي هي اس او ام ام يو اس. تمام، فهاخد الاخيره دلوقتي. الاولى ما نفعتش علشان عندي جمع مذكر. إليني لسه قايلك من شويه ان الارقام كلها حتى لو بادئه بفويل زي 11 وزي 8 مثلا ما بينفعش اديها ابوستروف، فبتاخد لو. الارقام كلها بتاخد لو الا اذا كانت بتدل على عنوان فبتاخد او. فهنا الارقام كلها بتاخد لو. يا مسيو هما التلاتة متصرفين معاها، ولكن عند الاج بياخد افوار، فافوار ياخد ايه؟ افي اللي هي اللي في النص. يا مسيو فوز افيك الاج، مش هينفع ات هنا. وصو متصرفة مع الى فيك اس. تيني الإجابة عندي بلس مكان، ليه مكان. فبالتالي طالما الإجابة مكان هسأل بأين. أقول أين أنت ولدت، فقلت باريس، في باريس. توم إبيير، توم وبيير عندهم 16 سنة، بيساوي إلى فيك اس، فهاخد الأخيرة مش يكونوا، لأن فيرب أفوار بيجي مع العمر. هنا فيرب اتر اللي في النص دي مش هتنفع عشان ده فيرب اتر. ايه l'anniversaire de سامي؟ عيد ميلاده. قلت لك لما تلاقي عيد ميلاد او حاجه لها زمن يعني، فتقول متى يكون عيد ميلاد سامي، فاختار الاخيره. كوا في الاول ما بتجيش، وكي كي طبعا عايزه بسأل على عاقل. 110 je suis né au mois. انا قلت لك قبل كده ده تعبير على بعضه، بعد كلمة موا بياخد دو. يعني انت ما تتخدعش بقى وتقول خلاص، طب ما انت قلت لي لو اسم الشهر جه هنا تاخد او، ماشي، بس في التعبير ده هو الاولى بالاداة بتاعته فبياخد دو. فالتعبير على بعضه احفظه بقى، او موا دو، او موا دو. الارقام كلها بتاخد لو حتى لو كانت بادئة بفويل زي كده، فنقول لو مش الا ابستروف. 112 تي ني لو 11 اكتوبر. طبعا هنا انا عاوز فيرب اتر متصرف مع تي. اول واحدة افوار نستبعده، والتاني افوار، فاضل عندي التالتة والرابعة. فايه اللي انا ليه اجيب فيرب اتر؟ عشان عندي كلمة ني بسأل على الميلاد بفيرب اتر مش فيرب افوار. فيرب افوار ده بيجي مع العمر اللي هو الاج، عندك كام سنة، هو عنده كام سنة. فانا اما الاقي كلمة ني بجيب فيرب 114 114. جي سيزون ايه، انا عندي 16 سنة، عاوز اقول انا عندي 16 سنة ونص، فهتجيب النص ده مفرد مذكر. ليه بقى؟ علشان قصدي 16 عام ونص العام، مش ونص ونصاص الاعوام. فبالتالي انا بقول لك ونص العام. اعرف بقى كده ان العام كلمة مذكرة اصلا، فبالتالي ونص العام هتبقى اول واحدة. ما تجيبها ليش جمع، يعني انا قصدي اقول لك ما تجيبهاش جمع ولا تجيبها مفرد مؤنث، طالما عندي العمر، والعمر ده مذكر اللي هو السنة، العام يعني مذكر، فهجيبها مفرد مذكر مش جمع مذكر. 115 115 لو بورت كلي ايه
ميدالية المفاتيح، انا عندي ميدالية واحدة ولا جمع؟ لا، انا عندي مفرد. كده كده المفاتيح كده بيتحط لها اس اصلا في الكلمة. انا اللي يهمني هي لو ولا ليه، اللي يهمني ان هي مفرد. دلوقتي كلمة الميدالية البوخ مفرد مذكر، فبالتالي هاخد الاولى. طب انت حتى لو عاوز تاخد جمع فكر كويس ان عندك يو اس تي. يو اس تي ما بيجيش وراها حاجة جمع، بيجي وراها حاجة مفرد. لو هي سو ممكن تفكر ان هي جمع، انما انا عندي يو اس تي بيجي وراها مفرد، والبورت كلي مفرد مذكر. سي بغيمية جانفيي. طبعا الاول ده بنعتبره ان هو رقم، فالارقام بتاخد لو، فهنقول لو. لو شلت كلمة بريمير بتساوي الأول يعني واحد هنا، فالأرقام بتاخد لو. زامي دو منى، أصدقاء منى عندهم كانزون. فأنا أول ما تلاقي العمر كلمة أون بتجيب لها فيرب أفوار، ففيرب أفوار هي الأولى أو الأخيرة، التانية دي فيرب إتر مش هتنفع. فأنا عندي هاخد على منى ولا هاخد على الأصدقاء؟ قلت لك دايما بتاخد على المملوك اللي هو قبل دو اللي هم الأصدقاء، فهتاخد الأخيرة. منى هي بقى هنا لوحدها، لما احب اجيب حاجة تخصها هجيبها لوحدها، فبقول لك ايه؟ منى عندها 15 سنة، فهتاخد التانية اللي هو فيرب افوار مع هي، مش هنجيب فيرب اتر زي ما اتفقنا مع العمر. منى اتولدت ان فيفري. طبعا هنا عندي ني، فهجيب فيرب اتر. ايه اللي ينفع من دون فيرب اتر؟ اللي هي التانية والتالتة هم دوم اللي فيرب اتر، فهختار الاولى علشان منى بتساوي اختار التانية، فاختار التانية علشان منى بتساوي هي. كيل موا اوني، انا قلت لك ان الشهور بتاخد اون، فهختار هنا اون كيل موا، في اي شهر نحن نكون. 121 كيل دات تيني، في اي تاريخ انت ولدت؟ التاريخ اما اجي اسال اقول فيه بياخد حرف جر انما الشهور كانت واخده حرف جر الايام الاسبوع بتاخد لو، بالتالي التاريخ ياخد حرف جر كيل دات تيني، في اي تاريخ انت ولدت. ايه لا دات. طبعا كلمة دات كلمة مؤنثة، فهختار لها اللي في النص كير اللي هي دو ال ديت، اللي هي 2 ال اي دي هي ال فيمينال مؤنثة عشان الدات مؤنث. اش كلمة مذكرة، فاختار لها كلاجاتي. انا ليه اخترت برضو بختار هنا ليه انا بختار في الجملة 122 123؟ ليه بقى؟ علشان انا 122 لقيت اسم بدون اداة فاخترت ولما بتلاقي برضو فيرب اتر يا جماعة بتختار ومشتقاتها اللي هم التلاتة. جي ان ساك، كلمة ساك تعبير على بعضه اسمه ساكادو. جي ان ساك بوان دو، فتعبير على بعضه اسمه ساكادو، فاختار الأخيرة. إلى مختبر لسه قايلين من شوية إن هو تليفون محمول مذكر، فياخد اللي في النص. 26 جي، أنا عندي زي ما اتفقنا من شوية إن لو الصفة سبقت الموصوف وكانت جمع زي كده ما بختارش دي اس، انا بختار دي اي طالما الصفة هي اللي جت الاول. لو تروس هي اللي جايه الاول وبعد كده كلمة بيل كنت اختار دي اس، يعني لو الاسم اللي جاي على طول اختار دي اس. لو الصفة اللي جايه بعد النقط وصفة جمع، بعد النقط صفة جمع بتجيب دو، بعد النقط صفة جمع بتجيب دو. بيغ موا، اسمه موا بيساوي نو، فخلاص هو عندي صم اصلا فاختار نو اللي هي التانية. اسمه ايه يديني فو، اسمه توا يبقى بير وانت انتو كذا، فاقول توا اسمه توا بيساوي فو، فاخترنا الأخيرة في الجملة رقم 128. ام لو سبور، فهنا اجي اشوف جو مش هتنفع ليه؟ علشان المفروض ان انا اعمل لها اشيل الايدي واحط ابوستروف عشان الفيرب هنا جاي بادئ بفويل متحرك، فلازم تكون هنا جو ابوستروف، فمش هتنفع عشان كده. فاللي بتصرف برضو زي جو اللي هو ايه للمفرد. تي محتاجة يو اس هنا في النهاية، فمش هختارها، فاختار اللي في النص. ابيت وكير، هنا طبعا حرف متحرك فعلا فهو مجهز لك جو عشان تختارها، بس ما تنفعش تختارها هنا عشان جو ما ينفعش اختار معاها يو اس، فلازم تكون او فقط، فبالتالي مش استبعدها، فاختار تي عشان الفيرب اخره يو اس. فهو عايزة يو زد.
131 إله هو عنده جمع فهجيبها جمع. النبا دخلنا بقى في النيجاسيون النفي يا شباب ركزوا في النفي. 132 هو لا ليس لديه أصدقاء. أول ما بيكون عندي نفي نو با أو إن أبوستروف با بجيب دو، اختياراتي بتكون دو أو دو أبوستروف، فما بينفعش اختار دي هنا عشان أدوات النقرة بتتحول إلى دو أو دو أبوستروف، فأنا هختار اللي في النص. 33 إلسون. بعد كده إلسون طبعا هنا جملة مثبتة عادي جدا وده جمع فهاخد الأولى. هنا il ne sont pas هنا برضو في نفي، بس ركز بقى في الجملة دي انك انت عندك النفي بس اللي منفي ده فيرب اتر يا شباب، اللي منفي فيرب اتر ما بحولش معاه. يعني ايه؟ يعني ما اختارش دي اي ولا دي ابوستروف، انا اختار على حسب بقى اشوف هو مذكر ولا مؤنث ولا جمع ولا ايه بالظبط، فلقيته جمع فاختار دي عادي جدا. يبقى في الجملة رقم 134 الجملة رقم 134 اخترت ايه؟ دي عادي جدا. طب ليه يا مسيو؟ عشان قلت لك مع فيرب اتر انت ما بتحولش، يعني ما بتختارش دي اي ولا دي ابوستروف. انما لو الجمل عادية يعني لو اي فعل تاني، بختار دي اي او دي ابوستروف في حالة النفي. فوضحت بقى الفكرة انك 132 كان عندك نفي والفعل فيرب افوار، فعادي جدا انا اختار دي ايه عادي لان ده نفي. انما في رقم 134 عندي اللي منفي هو فيرب اتر. بعد كده فو نافي با، طب خلاص هنا ده ايه؟ ده نفي اهوت، واللي في النص ده مش فيرب اتر، فاختياراتي طالما عندي نفي يا اما دي يا دي ابوستروف فاختار دي ابوستروف علشان بادئ بفويل. يبقى اختياراتك في النفي يا اما دو يا اما دو ابوستروف، بس هنا مش هينفع اختار دي اي علشان ده بادئ بفويل فاختار دي ابوستروف. النشيط با هي لا تشتري، طبعا برضو ده نافي اهو، المهم ان هو مش فيرب اتر فهضطر اختار دي اي اللي هي اخر واحدة دو، اختار دو. تيا ان كاييه انت معاك كراس، الاجابة المفروض ان هي اجابة مثبتة، يعني مفيش نوبة في الجملة، فالطبيعي ان انا طالما مفيش نوبة اختار وي مثلا. بس انا هنا مش هينفع اختار وي عشان انا غيرت الكلام. انا بقول لك انت معاك كراسة، قلت لي لا انا معايا كتاب، فتقول لي نو عشان المعنى. لو هي نفس الكلمة كاييه كنا هنقول نعم انا لدي كراسة. جو ني با ده نفي عادي جدا فهختار دي اي، المهم ان هو مش فيرب اتر. سي ده حاجة مفرد، سي بتيجي مع المفرد، فبالتالي هختار مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث؟ هختار مفرد مؤنث عشان البي دي اختصار لكلمة باند سيني وهي كلمة مؤنثة. 140 140 لي بورت كلي، خلي بالك ان هنا جامعة. هنا بقى الايه؟ الميداليات، لي بورت كلي الميداليات عندي ليه اهو، فبالتالي سون يكون لي بورت كلي سون هجيب ايه؟ وطبعا البورت كلي هي كلمة جمع مذكر، ميداليات المفاتيح جمع مذكر اهو، فبالتالي هختار اللي في النص. ولو مفرد هتكون مفرد مذكر. انا عرفتها منين ان هي جمع؟ عشان عليها ايه؟ ليه قدامها. 141 141 عندي توا اي موا، هنا انت وانا، يعني طالما موا موجودة يبقى اي حاجة هتيجي معاها كده كده هتساوي نو، فبالتالي هتبقى اللي في النص. يبقى المعنى انا وانت احنا في الاخر عندنا 16 سنة. بريفير لو فوت ايفو، هنا هتقول هنا الفعل منتهي بأو، وطبعا اللي ينفع هنا هتبقى جو، لأن الفعل هنا منتهي بأو فجو هي اللي هتمشي. علي ام با لو سينما، فاختار الأخيرة عشان الفيرب بادئ بفويل. سوني با هذا لا يكون، ده فيرب اتر اهوت هو اللي منفي، يبقى مش هينفع اختار دو ابوستروف. كلمة اورديناتور اللي هو الكمبيوتر فمذكر فاختار اللي في النص. انا ليه ما حولتش ما اخترتش دو ابوستروف ليه مع ان عندي نفي؟ علشان عندي ده فيرب اتر، اللي تحته ده نفي وفيرب افوار فهختار دو ابوستروف. تمام، وضحت الفكرة ما بين 44 و 45. 46 جو نيم با دو تو، اول ما تلاقي دو اللي هي دي اي بتجيب تو المذكرة،
هو كده تعبير على بعضه احفظه، اللي هو بدل ما بتنفي بنو با بس بتجيب با دو تو عشان تبالغ في النفي يعني. يعني انا بقولك انا لا احب ابدا على الاطلاق السيرك. تمام. فاول ما تلاقي دي بتجيب تو المذكرة. تيا دون تترس، انت معاك ايه في المقلمة. فالنقط في النص هنا، اولا مش هينفع اقول انت معاك مين، صح ولا ايه يا شباب؟ فاللي في النص مش هتنفع، فهختار هنا انت معاك ايه في المقلمة. فكوا هي اللي هتمشي، كو دي ما تنفعش تيجي في النص، لازم تيجي في اول الجملة. 48 النقط، 48 النقط في الاول، فكده كوا مش هتنفع، كوا عايزة تيجي في النص او في اخر الجملة. فهضطر ان انا دلوقتي اجيب يا اما كسك يا اما كو. فكسك دي لازم وراها فاعل، ركز قوي في الجملة دي. كسك لازم وراها فاعل، بتيجي اصلا اسك دي عشان ترتب الجملة. كسك لازم وراها فاعل، وهنا الفعل هو اللي متقدم على الفاعل فهستبعدها، فهيتفضل كو. كو بتيجي في الاول وينفع ان انا اقدم الفعل على الفاعل، كو ينفع اقدم معاها الفعل على الفاعل. كوا زي ما اتفقنا ما بتجيش في بداية الجملة، بتيجي في النص او في اخر الجملة. هنا 49 تي ريجارد، انت تشاهد، فالفاعل هو موجود، فهنا هجيب كسك، هجيب كسك. خلاص، عشان كسك لازم بيجي وراها فاعل، وكو ابوستروف دي مش هتنفع عشان اللي وراها ساكن مش متحرك. وبعد كده كوا ما بتجيش في الاول. بعد كده 150، 150 سو ني با. سو ني با ده نفي، بس ده ايه فيرب اتر، فما تتحولش معاه. يعني ايه ما تختارش دي اي ولا دي ابوستروف، يعني تشوف بقى هو مذكر ولا مؤنث. ايكول كلمة مؤنثة فهتبقى ان اللي هي الاخيرة. سامي اموا نو صم، خلاص انا اغلب التذكير فهتبقى جمع، كده كده هي جمع خلاص. فهاخد اول واحدة صغيو يعني مبتسمين. الام لو فوت الضمير التوكيدي بتاع ال هو لوي، عشان لو جالك بس. انما الضمير التوكيدي بتاع جو هو موا، لو كان عندي هنا جو كنت اخترت موا، ولو كان عندي تي كنت اختار توا. 53 تيام، انت تحب، ده فيرب متصرف. ركزوا يا جماعة معايا قوي هنا برضو عشان دي جملة جديدة. اول ما تلاقي فيرب متصرف يبقى التاني في المصدر على طول. يعني ايه في المصدر؟ يعني هتسيب النهاية بتاعته اي ار زي ما هي. طالما الفعل الاول، احنا لو عندي 100 فعل في الجملة، الاول بصرفه والتانيين بسيبهم في المصدر. فانا صرفت الاول اللي هو يحب، انت تحب الرسم، فبالتالي هتسيب كلمة ديسينيه فهتبقى الاولى، هنسيبها اخرها يو ار من غير ما نحذف اليو ار. الفيرب الاول متصرف، التاني في المصدر. جيم انا احب، هنا يجي معاها كلمة بوكو. بادي تو دي بتمشي في النفي، وانا ما عنديش نو في الاول. لو عندي نو هنا ان ابوستروف يعني كنت اختار بادي تو، كنت اقول جونيم بادي تو لا احب على الاطلاق. ما عنديش نفي، فبالتالي هاخد كلمة بوكو معناها احبه جدا. تري دي محتاجة وراها صفة، تري محتاجة وراها صفة. تري جولي مثلا جميل جدا، تري سوبير رائع جدا، فتري محتاجة صفة. انما بوكو يجي وراها اسم عادي جدا. فهنا اقول ايه جيم بوكو، انا احب الفوت، في اختصار الفوتبول. ليزيليف التلاميذ. سانكور 5 حصص. ينفع تقول التلاميذ يكونوا 5 حصص ولا عندهم 5 حصص؟ فنستخدم فيرب افوار فهتبقى اول واحدة. ام دي محتاجة وراها ادوات معرفة، لان افعال الشعور اللي هو يحب ويفضل ويكره دايما بيكون هنا ادوات معرفة. اسمه ايه يدينا نو، هي موا، فبالتالي علي ايه موا. احنا بنحب الايه، انا وعلي بنحب السبور، فهتبقى اول واحدة. جو براتيك انا امارس الجو فيديو، الاسم عليه اكس فبالتالي هنا طالما عليه اكس يبقى جمع، فاول اخر واحدة. اخر واحدة ليه؟ عشان عندي اكس، يبقى هنا العاب الفيديو مش لعبة واحدة. لي دو جوميل سون، هنا التوأمين دوم طبعا بين جمع مؤنث، فبالتالي هجيب صفة جمع مؤنث اللي في النص. سيكوبا اصحابه، اي اسم عليه اس بيساوي الافيك اس فبالتالي هتبقى اللي في النص. 60 جو نيم با، فاكر لما قلت لك ان لما تلاقي تو بتجيب ايه؟ بتجيب دي اللي هي دي اي، يبقى جو نيم با دي تو،
لا أحب على الإطلاق. أول ما تلاقي تو المذكرة بتجيب دي المذكرة. هو ده تعبير على بعضه، بدل ما أقول با بس بقول با دي تو. زويا ني با زويا نابا ما عندهاش، ده نفي عادي جدا فاختار الأخيرة دو. زويا ني با ده فيرب اتر، عمال أكرر لك عشان ما تنساش، ده فيرب اتر فمش هحول معاه. فزويا بنت فاختار لها المؤنثة الأخيرة. سعيد نو بيحبنا جدا، فطبعا الفاعل هو سيد، فبالتالي انا هجيب بيساوي هو، فهجيب اللي في النص. يعني ما اختارش الاولى، يعني الفاعل مش نو، الفاعل هو الاول. علي اموا علي اتوا اسمه توا بيساوي فو. اقول علي وانت تكونوا ولا عندكم اقلام، لديكم اقلام، فاول واحدة مش هينفع اقول تكونوا اقلام. 65 دي مهمة جدا، هي لا تفضل، هي لا تفضل. طبعا عندي نفي، فما تقولش بقى اختار دي ليه بقى، لان انا قلت لك ان افعال الشعور اللي هي ايمي وبريفيري وتستي وادوري لما بشوفهم سواء اثبات او نفي بختار معاهم معرفة، سواء اثبات او نفي اختار لو. جو نيم با دو تو، انا لا احب على الاطلاق الشوكولا. نفس الفكرة، هو ده نفي، المفروض ان انا اختار الاولى ولكن مش هتنفع عشان عندي افعال الشعور اللي هو ايمي. طالما عندي ايمي ثابت معاه معرفة هتبقى التانية لو. اللي هي الاخيرة دي طبعا اداة نكرة مش هتنفع هنا مع افعال الشعور. ليكو بين الصديقات طبعا بتساوي إلى فيك اس، بيقدموا نفسهم إلى أبي، فبالتالي هم إلى فيك اس فاختار الأخير عشان سو ما بتتغيرش مع إلى فيك اس. ندى إيسامي صو هغلب التذكير خلاص، فهتبقى اللي في النص اللي هي جمع مذكر، آخرها اكس دي بتكون جمع مذكر، آخرها يو اس جمع مؤنث. ني با ان في طبعا دي بنت، فتقوليش بقى اختار اللي في النص، لا هتختار أول واحدة. انتوا فاكرين ان هي كانت بتبقى في الاثبات سي ابوستروف اي اس تي اللي هي سي، تمام، واللي هي زي 72 كده سي، بس انا كنت بعمل الفرجيل هنا علشان اللي كان بيبقى جاي وراه مباشرة كان بيبقى ايه متحرك اللي هو حرف الاي، انما انا لما جبت النفي فاللي هيكون جاي ورا سو الان مش الاي مش الاي، طالما يبقى ان ابوستروف دي عملت الابوستروف نقلت الابوستروف بتاعت سو على النو، فبالتالي هنا هتبقى سو. فو انه طبعا مين الفاعل زي ما اتفقنا الاول، طالما مفيش فاصلة هاخد انا على الاول فبقول انت حضرتك بتكلمنا او انتوا بتكلمونا، فالفاعل هو فو انتم او حضرتك. سونو سون با ده نفي ولكن فيرب اتر، ما تنساش عمال اجيب لك فيرب اتر اهو، بس انت لازم تحفظه اصلا عشان سواء اي فيرب اتر ما تحولش معاه، يعني ما تختارش دي اي ولا دي ابوستروف. بالتالي هنا سونو سون با ده نفي ولكن ده فيرب اتر، فمش هينفع اختار دو ابوستروف، فاختار جمع علشان هنا جمع، لو كان مفرد كنت اختار مفرد. سي تون نوم، هنا المعنى يفرق يا شباب. انا بقول لك هو ايه اسمك، اسمك ده شيء ولا شخص، اسمك شيء، بالتالي سيكوا تون نوم انا بكلمك على الاسم بتاعك مش عليك انت. اسمك ايه، سي كوا ما هو تون نوم اسمك، والاسم ده شيء فاقول كوا. ليه ما تنفعش كو علشان كو ما بتجيش في النص، وليه ما تنفعش كي علشان كي بتسأل على الاشخاص مش الاشياء والاسم ده شيء. سي نقط هنا طون انيفرسير طبعا عيد ميلاد، ده الزمن، بقول لك امتى انه متى عيد ميلادك، فهتبقى اول واحدة. 74 سي سير لو فوتو اللي في الصورة، عاوز اقول مين اللي في الصورة ده، سيكي اللي على الصورة، فاقول لك سيكي مين اللي في الصورة ده اللي هو كي، حرف السير معناه على، بس هنا المعنى يمشي اكتر في الصورة، مين اللي في الصورة ده، المهم ان انا بسأل على شخص. هنا النقط في النص فما ينفعش اصلا، حتى لو كان في مثلا جبل او في حاجة في الصورة ما ينفعش اقول كو، لان كو دي عايزة تتحط في الاول مش في نص الجملة. il ne déteste pas هو لا يكره، هنا نفي بس ركز ان ده فعل من افعال السنساسيون، افعال الشعور كلها ثابت معاها معرفة حتى في النفي اثبات او نفي. فالسكولبتير اللي هو فن النحت ده كلمة مؤنثة فهاخد لا، انا قلت لك ان مع افعال الشعور ثابت معاها معرفة، اللي ينفع هنا معرفة هو ده لا. نو صم
ما تنساش ان حليناها قبل كده كذا مرة. موا دي طالما في كلمة موا باخد او الاخيرة، لان ده تعبير على بعضه، وبعدها اخد دو. حتى لو هنا في نقط ما ينفعش اخد اون، علشان اون امتى اخدها؟ لو اسم الشهر بس هو اللي جاي مش التعبير ده. ايلون سيسكو هم عندهم 6 حصص طبعا يوم التلات الماضي. طبعا ايه الايام الاسبوع بتاخد لو زي ما اتفقنا لو، بس لو اسم الاسبوع عليه اس هنا ينفع ياخد ال اي اس، ان هم ايام الاسبوع بتاخد معرفة كلها مفرد مذكر، بس لو عليها اس هتبقى ليه جمع. تزامي نو اصحابك بيدعونا احنا. مين الفاعل اللي هم اصحابك. اصدقائك بيدعونا على مثلا على الحفلة. المهم ان الفاعل هو اصحابك. اصحابك ده بكلم عليك ولا على اصحابك؟ اصحابك بيساوي الافيك اس، فبالتالي الفيرب هيبقى انفيت التانية. طبعا نركز اوي في الجملة دي فيها تكاية يا شباب. منى بنت، فانا عاوز بنت دلوقتي، فيا اما الاولى يا اما التالتة. اللي في النص دي ولد مش هتنفع، استبعدها. طيب ينفع اجيب من مع المؤنث الساكن؟ لا، انا بجيب المن اجيبها لو كان المؤنث ده متحرك زي كده. المفروض كنت اجيب ما، بس بستخدم من بدل من ما علشان الاسم مفرد متحرك. تاني، منى بنت، استبعدت اللي في النص، اتفضل لي الاولى او الاخيره. الاولى مش هتنفع عشان عايزه ما، لان لما تكون مؤنثه ساكن بجيب معاها ما. انما لو كان الاسم المؤنث ده بادئ بمتحرك مش هينفع اجيب ما عشان ما يتقابلش حرفين متحركين، بستخدم من بدل من ما. فالاجابه الاخيره تي شي موا. الاجابه عندي، فاكيد عندي بتساوي مكان، فانت تكون فين؟ انت فين يعني. تيه او انت فين؟ قام رد عليه قال له شمواه عندي. دي الاجابه. 81 ليو اموا، اسمه موا خلاص بيساوي نو، فاذا اخيرا افو. يبقى عندنا نفس العمر مش نكون نفس العمر. فانا قلت لك الاج تروح تجيب لي افوار. ايه اللي ينفع في دوم افوار؟ التانية والتالتة. الاولى دي فيرب اتر مش هتنفع، فبالتالي ايه اللي ينفع برضو مع اسمه موا؟ اسمه موا بيساوي نو، فاختار الاخيرة. لي دو جارسون، الولدين اسمهم المفروض هنا البنتين، دي بس غلطة. المهم كده كده انا اختار الاخيرة. ماشي، الولدين اسمهم كذا وكذا لان زويا وليو وليا بنت. زويا وليا بنت، المفروض هنا ليه دو في، يبقى اسمهم كده كده اختار الاخيرة. وبس الغلط هنا في الاسمين، المفروض يكونوا ولاد. 83 سو دي بروفيسور. ركز هنا كويس قوي ان بروفيسور جمع مؤنث مش جمع مذكر، يعني المدرسات مش المدرس، فبالتالي انا الاولى مش هتنفع برضه، فهجيب سو. يعني سو لما بتشوفها بتمشي مع الاتنين، انما الافيك اس دي عايزة جمع مذكر. سو ني با، سو ني با ده نفي زي ما اتفقنا، بس فيرب اتر يا شباب بنعيد مرة واتنين ومليون، فاذا الاولى مش هتنفع عشان ده فيرب اتر ما بحولش معاه، فهضطر اختار اللي في النص عشان دي بنت. 85 ماري اي ماريون اون سون. 85 ماري اي ماريون سون. طبعا هنا عاوز صفة مفرد مؤنث، انا جايب لك بس عشان تعرف ان كلمة ماريو بنت برضو، فاذا دول بنتين، فاختار اللي في النص عشان عاوز جمع مؤنث. بافارت يعني بيتكلموا كتير. ليو اموا اي اسم موا المفروض ان هو بيساوي نو، ولكن طالما انا عندي فصل هنا هاخد على بعد الفصل زي ما اتفقنا. اون دي بقى بتتصرف زي إلى المفرد. معناها نحن، بس الفعل وراها زي إلى المفرد. المهم ان انا عاوز دلوقتي حاجة تمشي مع إلى المفرد، فاما الاولى يا اما التانية. الاخيرة دي بتمشي مع نو، وانا مش هاخد على نو. ليه بقى؟ لان خلاص عندي فاصلة فماليش دعوة باللي قبلها. هاخد على اون، يا اما الاولى يا اما التانية، بس انا عندي عمر فهجيب افوار اللي هي التانية. إلى الزيادة اتكررت، طبعا العيون جمع مذكر فهتبقى ايه؟ هتبقى الاخيرة. سي سير لو فوت دي برضو اتكررت، مين اللي في الصورة؟ فاختار الأخيرة كي.
لو بورت كلي ميدالية المفاتيح، كلمة مذكرة مفرد. عرفتها منين بقى ان هي مذكرة؟ من كلمة لو، وكمان من الصفة. الصفة مفرد اهو، فبالتالي بتساوي هو، فهتبقى اس تي. بعد كده خلاص قربنا نخلص. باس موا، بصيلي يعني اديني يعني المقص ده. مرر لي المقص ده. باس موا سيزو، طبعا كلمة باس موا يعني بصيل المقص ده، يعني يعني عديل المقص ده. فسيزو جمع مذكر، فبالتالي الجمع هي الوحيدة اللي في النص. سونو سون با، خلاص 100 مرة بنقولها ان ده فيرب اتر، فما تحولش معاه، فبالتالي هختار اللي في النص عشان هي جمع اللي عليها اكس دي. يا ميسيه، نركز قوي هنا في الجملة ديت، هي ميسيو ولا ميسيه؟ لا ده جمع مش مفرد، جمع ميسيو، فبالتالي لازم اجيب صفة جمع مذكر هنا. لو كانت ميسيو مفرد بس مش عليها اس، كنت هختار مفرد مذكر، انما هنا جمع، فبالتالي هجيب جمع مذكر اللي هي جيمو يعني توأم. يعني يا ميسيه انتوا توأم ولا ايه؟ فبالتالي انا عندي جمع ميسيو، يبقى عاوز جمع مذكر. تي ابيت، اول ما بتشوف فعل يسكن بتقول او على طول. انت ساكن فين؟ سامي. ركز هنا قوي ان الفصلة اتحطت، خلاص ماليش دعوة بسامي دلوقتي. انا عندي الفعل هنا ريجارد يشاهد التلفزيون، فالفعل واخره يو اس، الفعل اخره يو اس، فبالتالي خلاص مش هينفع اعتبر ان سامي ده هو، انا ماليش دعوة بيه دلوقتي، انا عندي الفعل يو اس، هو ناديت عليه نداء. الفصلة دي بتنقل من المخاطب من الغائب، لان يا سامي انت يعني، فخلاص انا عندي يو اس، فهجيب تي، هي الوحيدة اللي بتاخد ايه يو اس. ستروف لاتروس، ستروف معناها توجد، تقع. هي فين اللي اين توجد الايه المقلمة؟ فاقول اين، عشان فعل ستروف معناها يوجد، فاقول هي فين المقلمة. جيم، ركز قوي هنا ان انت على طول بتختار مع مواء، بس هنا مش هينفع، لانك انت اول ما بتلاقي افعال الشعور بتجيب معرفة، فهتاخد له لان الشهر مذكر. اعتقد ان احنا كده جبنا المنهج كله، ما سيبناش حاجة حتى. يعني التكات كل التكات اللي ممكن تقابلها في المنهج احنا جبناها في الفيديوهين دوم. فيا ريت يا جماعة تتابعوا الفيديوهين وتحلوهم. اللي مش فاهم يحاول يعيد الفيديو، ممكن يعيد الفيديو مرة واتنين بحيث ان هو المعلومة توصل له. اعتقد ان انت لو حليت الفيديوهين دول ان شاء الله مش مفيش اي يعني ما اعتقدش ان هو يعرف يجيب لك حاجة تانية، يعني احنا فعلا ما سيبناش حاجة. اتمنى اكون قدرت افيدكم، ونتمنى ان شاء الله ان انتوا تقفلوا المادة، وهي مادة سهلة. واللغة طبعا اللغة الفرنسية هي مادة درجات، ان شاء الله ما تأثرش فيها عشان توصل تانية وتالتة ان شاء الله. وبعد كده مش هيبقى فيه بقى حكاية اوبن بوك والكلام ده، هي مرحلة وخلاص، محدش عارف ايه اللي هيحصل. فانت اللغة تتعلمها كلغة وتقوي نفسك علشان ما يبقاش فيه عقبة بعد كده. ما تنسوش تشيروا الفيديو يا شباب، وتعملوا لايك عشان اللايك بيفرق جدا في ان المعلومة توصل للجميع. ميرسي بوكو، au revoir.